السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري تحت قيادة معالي النائب محمد خالد القاضي. ومن أهم الأخبار: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. السيد الرئيس يطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، ويوجه بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية للمشروع. السيد الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزا طبيا في محافظات المرحلة الثانية وبالتأمين الصحي الشامل. السيد الرئيس يوجه بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة. السيد الرئيس يوجه الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاع التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.